خارجة مع باباكي؟ يس. ماشي، بس ما تتأخريش. لا مش هنتأخر اصلا. انت عارفة بابي ملوش في اللف. هنروح المول اللي جنبنا. مش عايز تيجي معانا؟ لا أنا مش قادرة أروح عنده. طيب. فرح، استنى. أنا عايزة أسألك سؤال كده. تسألي. انتي ايه رأيك في أنكل ماهر؟ يعني بتحبيه؟ حاسة إنه قريب منك؟ ايوه طبعا، ده انكل ماهر لذيذ يعني. كان معانا طول الوقت البابي ما كانش موجود فيه. اشمعنى؟ بس أنا مش هلف وأدور عليكي، وعايزاكي تبقي عارفة كويس قوي إن أي حاجة هقولها مش كلام أم وبنتها. احنا صحاب، ورأيك فعلا يهمني. أنكل ماهر عايز يتجوزني. ايه؟ طب عملتي ايه؟ ما عملتش حاجة. محتاجة أتكلم وأفكر معاكي. مش هاخد قرار في أي حاجة غير لما أعرف رأيك. بس ده قرار يخصك انت يا مامي. لا طبعا، أنا وإنتي واحد، وأي حد هيدخل في حياتي لازم إنتي كمان تبقي موافقة عليه ومستريحة له. بصي، انت لو هتسأليني كصاحبتك هقولك ايوه طبعا لازم تختاري حد تكوني مرتاحة معاه، مبسوطة، بيسبورتي في كل حاجة. ولو هسألك بقى كبنتي، كبنتك هقولك ان ما ينفعش حد ياخد مكان بابي. ومين قال إن هو هياخد مكان بابي بالنسبة لك؟ ايوه، ما انا في كل الاحوال هبقى محتاجة ان انا اتعامل عادي واعيش معاه، ودي حاجة مش هتبقى مريحاني خالص. لا أنا مش فاهمة. يعني مامي ده لو حصل بجد انا هعيش مع بابي. نعم؟ إيه اللي انتي بتقوليه ده؟ وازاي يجي في بالك تفكير زي ده؟ عشان انا بقولها عادي، مش بقولها وانا متضايقة. دي الحاجة الوحيدة اللي هتبقى مريحاني، وزي ما بشوف بابي كتير هاجي واشوفك كتير. فعلا؟ هي بقت كده يعني خلاص؟ عايزة تسيبيني وتروحي تعيشي مع أبوكي؟ هي مش فكرة كده ولا مش كده. انتي سألتيني سؤال وانا جاوبتك عليه.